اليوم كان عندنا النشاط الاول، النشاط الافتتاحي لجمعيه ولاد البلاد. صراحه هذه الجمعيه جات لواحد التصحيح ديال المسار، وجات لواحد نبض، واحد الدماء جديده ونحيي واحد النفس جديد في الجهه الشرقيه. كيبقى فينا الحال كيفاش حنا ولاد البلاد ولاد مدينه وجده وعندنا هاد الطاقات، ما شاء الله هاد الطاقات اللي كاينين، وكنستناو واحد الفرق موسيقيه كيجيونا من جهات اخرى باش يحييوا سهرات عندنا هنا في وجده. فمن هنا جات الفكره. وصراحه هذا كان عندي سؤال في واحد الوقيته من عند واحد السيد من واحد الهيئه، قال لي كيفاش نتوما ولاد وجده وما عندكم حتى شي؟ فجات من هنا الفكره. هي الجمعيه عندها بزاف ديال الفروع ديال الثقافيه، ولكن انا مسؤول يعني الفني. كونا واحد المجموعه ازيد من 60 فنان وفنانه، فيها الموسيقيين وفيها الناس ديال الكورال، وبدينا نخدموا الاغاني ديال الزمن الجميل، الاغاني المغربيه، التراث المغربي الاصيل، الاغاني ديال الزمن الجميل. فنتمنى ان شاء الله هذه تكون واحد البدايه خير، ومازال ان شاء الله الهم الاول والهم الاساسي هو اننا نردوا الوجده داك الصيد اللي كان فيها، وداك الحب ديال الفنانين للجهه، ونحاولوا اننا نجمعوا كاملين الفنانين. ولما لا نديروا واحد الاوبيرات كبيره تاع 120 شخص 130 شخص فيها عازفين وفيها فنانين. جد سعيدين لهذا التكريم الذي حظيت به هذه الأمسية من طرف جمعية ولاد البلاد، وهي جمعية حديثة العهد بالتأسيس، في حفلها الفني المتميز الذي تنظمه، وهو حفل يجمع ثلة من الفنانين بمدينة وجدة. نتمنى صادقين التوفيق لهذه الجمعية وللبرامج الثقافية التي تسعى إلى تنظيمها، باعتبار أن للثقافة دور مهم في التنمية المحلية، والاهتمام بالموروث الثقافي المحلي هو مسؤولية الجميع. نشكر جمعية أولاد البلاد ونشكر كذلك وسائل الإعلام على دعمها ومواكبتها لهذه الأنشطة الثقافية، فمزيدا من التألق للجمعية ولكل من يهتم بالشأن الثقافي بحاضرة الشرق مدينة وجدة. شكرا.